ريال مدريد يحدد موعد عودة كريم بنزيما. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في تفاصيل، هل سيتأثر أداء كريم بنزيما بسبب الإصابات المستمرة؟ شاركونا بالتعليقات. حدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موعد عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي استبعد من تشكيلة الديو قبل انطلاقة كأس العالم بسبب الإصابة لقلعة سانتياغو برنابيو. أعلن أنشيلوتي حسب ما صرح لصحيفة كوريري ديل سبورت الإيطالية أن بنزيما سيستأنف تدريباته مع الملكية السبت المقبل، قائلا: صاحب الكرة الذهبية يعود السبت، سوف نعيده إلى الملاعب. وكان المهاجم صاحب 34 عاما قد انسحب من تشكيلة كأس العالم في 19 من نوفمبر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات. وقد قدر الاتحاد الفرنسي وقت تعافيه ب3 أسابيع، ولم يختار مدرب المنتخب ديدي ديشامب أي اسم مكانه، وما يزال مكانه فارغا في القائمة الرسمية لديوكي في كأس العالم. وردا على سؤال وكالة فرانس بريس، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه في حال تتويج فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب، وأن بنزيما يحق له الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي. وكانت خيبة الأمل بعد الإعلان عن غيابه هائلة بالنسبة للمهاجم الذي يعيش أفضل أيامه، خصوصا بعد موسم 2021-2022 الذي سجل فيه 44 هدفا في 46 مباراة على مستوى الأندية. كما قاد ريال مدريد إلى لقب الدوري ال35 ودوري أبطال أوروبا للمرة ال14، كما أصبح منذ مارس 2022 أفضل هداف فرنسي في التاريخ بأكثر من 400 هدف احترافي، متقدما على تيري هنري. وكان ريال مدريد يشعر بقلق بالغ من أنباء عودة لاعبي كريم بنزيما للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب فرنسا. وحسم كريم بنزيما نجم ريال مدريد الجدل المثار بشأن إمكانية عودته لصفوف منتخب فرنسا، وذلك لاستكمال منافسات كأس العالم. وأكدت الشبكة الفرنسية: لا يزال بنزيما مدرجا في قائمة المنتخب الفرنسي، ويمكن للمدرب ديشامب أن يستدعيه مجددا، لكن الفرصة ضئيلة في ظل تبقي أقل من أسبوع على المباراة النهائية لكأس العالم. وغادر بنزيما معسكر منتخب فرنسا قبل المباراة الأولى ضد أستراليا بسبب إصابة بتمزق في عضلة الفخذ، علما بأن الديوك تأهلوا للدور الثاني من المونديال قبل ختام دور المجموعات. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس أمرا.